عمرك فكرت ايه اللي هيحصل لو تخلصت من كل شهواتك في عصر ما تقدرش تعيش فيه من غير نت؟ خليني اقولك ان الموضوع هيكون صعب عليك، ولو مش مصدق جرب بعد الفيديو ده تقفل نتك مدة يوم وشوف قد ايه هيكون الوضع صعب. مع ان في ناس بتعتكف في المساجد بالشهر واتنين وبياخدوا اكل وشرب على قد حاجتهم، ما بيفرقش معاهم بتاتا. خلينا متفقين ان نظام الاعتكاف مش صح بتاتا، لان ربنا مش خلينا عشان نعبده بس، ربنا خلقنا عشان نعمر ونطور من نفسنا ومن مجتمعنا عشان يفضل النسل بتاعنا عايش في احسن حال بعيدا عن المجاعات والمشاكل البيئية والجهل. بس ده مش موضوعنا. موضوعنا الحلقة دي هو ازاي تكون انسان بلا شهوة. خلينا نعرف في اول حاجة ايه هو الانسان اللي بلا شهوة. ده انسان لا تغريه مغريات الدنيا من طعام وشراب ومال ونساء وغيرها. ده التعريف البسيط، او حاجة ابسط هو ملاك على هيئة بشري. مع ان دي مبالغة شوية لان الملاك ما عندوش شهوات من الاساس، ولكن الانسان بلا شهوة مخير انه يعمل صح وغلط وبيختار الصح، فهو احسن كمان من الملاك. انت كنت فاكر ان اللي قلته من شوية ده مبالغة، بس متخيلتش اني افور كده، صح؟ خليني اقول لك حاجة. جرب يوم زي ما قلت لك في بداية الفيديو انك تقفل النت مدة يوم. هيعدي عليك بصعوبة، ولكن شوف نتيجته بعدها. هتلاقي نفسك قعدت يوم كامل وانت نفسك الحقيقية. هتلاقي نفسك قللت ذنوبك عشان الذنوب دي ما كانتش نابعة منك انت، كانت نتيجة ذنب بيجر ذنب. تخيل ان ذنب واحد عملته بسبب بوست طلعلك على الفيسبوك بقى بيطلع لك باستمرار. امر بديهي جدا انك تعيده مرة واتنين وتطور كمان في فعلك للذنب ده. وتجارة الذنوب دي تجارة ربحانة على فكرة بالنسبة للشركات، لانها بتخليك متابع اخبار ذنوبك كأنك بتتفرج على كتاب ما فيهوش غير ذنوبك، وعندك شغف تقراه وتتبسط بيه كمان. فبيطلع لك اعلانات اكتر ومعناها فلوس اكتر في حسابات اصحاب الشركات. ونيجي لسؤال الحلقة: هل ممكن يكون في انسان بلا ذنب؟ قادر اجاوبك بصراحة واقول لك لا، ولكن ممكن يكون في انسان بلا شهوة. المؤقت اللي تحت ده مش عشان اعرفك انت اتفرجت على قد ايه من الفيديو، ده عشان اعرفك انت كان ممكن تضيع وقتك اللي بتشوف فيه الفيديو ده في فعل ايه. وبس كده. شكرا على حسن المتابعة والاستماع. ده فيديو خفيف لطيف كده، عشان الظروف صعبة الفترة دي ومش هعرف ان انا اكون بنفس انتظامي في المونتاج، لان انا اللي بمنتج لنفسي. فقلت اما اعمل فيديو خفيف كده ممكن تشوف حتة انسان بلا شهوة دي مبالغ فيها، بس انا مش قصدي ان انت ما يكونش عندك شهوة من اي نوع، او مش ده المورال او الهدف من اللي انا بقوله. الهدف انك تكون نفسك، ما تخليش حاجة تجرك للغلط وانت في غنى عنه. ممكن بعد الفيديو ده لو انت شفت حاجة ليها دخل بذنوب، سواء مثلا خمرة او بنات، آه، او اي حاجة من الحاجات دي اللي بتخليك تروح لسكك غلط، آه، ممكن الفيديو ده يبقى مرجع ليك، او ممكن ان انت تفتكره في المستقبل وانت بتشوف حاجة زي كده. فبقى اسمي خدت حسن على قفاك. اول حاجة. وتاني حاجة، ابقى برضو يعني نبهتك عشان الاغلاط دي الواحد مننا ممكن يقع فيها كتير. ما تكونش انسان مثالي. ما فيش حد فينا مثالي عشان انت تكون مثالي، ولكن قلل من معاصيك. بس كده. كده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك، ما عجبكمش ما تنسوش الديسلايك، وتشتركوا معانا في القناة لو انتوا لسه جداد. see you later. peace out. موطني
الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء الخزي والعار، بالخزي والعار يموتوا. تدف عليهم الأمة العربية وتاريخ الأمة العربية يدف عليهم، هذا وجوههم الباردة، هذا من الجنس الحمير، هذا من الخزي والعار يكفي لقتلهم. ما عندهم دم، ما همش رجالة، نسوانهم خير منهم، نسوانهم ثوريات وقوميات وتحرريات، وهم الجبناء عبيد للاستعمار. عليكم الخزي ما تهتموا به منهم، هذا غزالات ما يسوون. مكرما سالما منعا وغانما مكرما